بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. مساء جديد ويوم جديد مع جلوبال. يا ترى يا جلوبال النهارده واخدنا معاك ورايح لفين؟ النهارده عايز اتكلم معاكم مع سوء الاختيار. سوء الاختيار والوساطة والمحسوبية او عدم الكفاءة انك بتحط شخص مسؤول او مؤهل في غير مكانه وتجيب الشخص غير المسؤول وتحطه في مكانه. انت بتلخبطنا معاك ليه يا جلوبال؟ لا، هنبدأ معاكم النهارده ونتكلم. اكيد النهارده كلنا الناس بنشوف مباراة كرة القدم والبطولة العربية أو كأس العرب المندرجة تحت طبعا يعني أجندة الفيفا اللي موجودة حاليا في دولة قطر. طبعا حبيت أخد من كده وعايز أقول حاجة معينة وأوصلها. طبعا أكيد النهاردة أنتوا الناس مستنية المباراة بتاعت مصر مع الإمارات. هتسألوني، هقول لكم من الآخر أنا مكبر دماغي ولا هشجع منتخب مصر ولا هشجع منتخب الإمارات. هتقول لي في إيه؟ أنت مش مصري، أنت مش وطني، بعيد عن الشعارات وبعيد عن الكلام ده كله. عشان كده أنا عايز أدخلكم في حاجة معينة. الناس شافت من اول مباراه في البطوله، يعني مش عايز عشان ما انساش منتخب عمان، منتخب فلسطين، النهارده الجزائر ما شاء الله خمسه. وبقول مبروك لاهلنا اهل الجزائر وخوا واخويا عبده الجزائري. اتمنى نشوف الفيديو ده. فعلا محاربي الصحراء، فعلا ناس بجد، حتى يعني بالصف الثاني حتى ناس مطعمه وكده. عشان كده الاقرع بتاعنا الفاشل حسام حسن اللي خاف ان هو يروح النهارده المنتخب بتاعه يشارك حتى لو بالصف الثاني بس يكون موجود ويوضح للعالم فعلا ان هو جدير، مش قاعد يعيط ويطبل ويقول لك انا وصلت عملت انجاز. امبارح طالعين امبارح في القرعه بتاعت كاس العالم الموجوده هناك برضه بيصور للناس هو واخوه ابراهيم ومع الفاشل طبعا الموهبه شوشو طبعا، وجابهم على التليفون ويقول لهم ان احنا لا الحمد لله في مفاجآت، احنا مجموعه كذا وطموحنا الحمد لله هنوصل وهنعمل اعداد قوي مع منتخبات امريكا ومنتخب اسبانيا. انت اهبل يا ده انت وهو، انتوا عايشين في دور مش دوركم. ما هو ده النهارده بقى سوء الاختيار. سوء الاختيار للاسف ان تم النهارده اختيار ناس مسؤولين عن منتخب المفروض ان هو بنقول منتخب الفراعنه او منتخب معين موجود في افريقيا كان له باع طويل جدا ايام طبعا الكابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه. النهارده شايفين النهارده ايه ده؟ حاجه بتبين حال الرياضه المصريه، مش شرط كره القدم، ده جزء بسيط. زي اللي حصل النهارده من كام يوم، الطفل اللي للاسف توفى ومات النهارده في حمام السباحه وغرق قدام اهله، قدام يعني عيلته. والتخلف والاهمال اللي موجود ان الشخص او الطفل ده فضل موجود في وسط الجمهوريه تحت يعني في حمام السباحه تحت الميه. انا مش عايز انسى عشان ما اقولش كذاب، حوالي 10 دقائق او يعني مده طويله جدا وتوفى. ايه الاهمال ده؟ احنا ليه النهارده مهملين للطريقه دي؟ احنا ليه بنتكلم النهارده ونحط ناس في اماكن؟ للاسف سوء الاختيار، الاهمال، التخلف اللي للاسف مصر عايشه فيه. ولو اتكلمت كده اقول لك انت متخلف، انت جاهل، انت مش وطني، انت انسان وحش. لا، انا منتقد نقد بناء، انا بقول حقيقه. انتوا في حاجات معينه في مصر لازم تتغير، لازم العيال تتغير. سوء اختيار في المدربين، سوء اختيار في الكفاءات، سوء اختيار حتى في المعلقين والمقدمين البرامج اللي موجودين النهارده. بنقعد النهارده فايق ورايق ابراهيم باشا افندم اللي كان بيشيل الشنطه زمان بقى النهارده هو المهيمن على كل حاجه. يجيب ناس معاه في الاستوديو حتى بيتكلموا كلام بيضحكوا على الشعب. يقول لك يدخل كلمه انجلش معاه ويقول له طب يا عم قول التشريح بتاع الجسم او له البادي اورينتيشن، ويضحكوا على الناس. يقول له انت شايف ده السفريه بتاعت امريكا اثرت فيه، انتوا بتضحكوا على مين النهارده؟ ناس تاني النهارده يقعدوا النهارده في استوديوهات مفيش حتى ثقافه الحوار، يقعد يتكلم النهارده ويسمع ويحلل صح، يقعدوا بالساعه والساعه ونص ويقول له ايه الشياكه دي؟ ايه الاناقه دي؟ هو ايه بجد؟ انتوا هبل خالص، انتوا بيت كده. وراح يقول لك ايه فرح العمده في قطر في الخليج في امريكا النهارده في كل مكان. بجد حاولوا تنزلوا لعقليه الناس في مصر، ما تضحكوش عليهم. عارفين ان الشعب متدمر، الشعب انا اسف سوري جاهل في جزء منه. نفس القصه النهارده في الانتخابات مثلا البرلمانيه، مش عايز اخدكم بعيد، ما هو ده سوء اختيار. الناس بتروح النهارده تختارهم شخص غير مؤهل غير جدير، مش اقول لك ما درس، عشان هو ايه ابن ناس وغني وكل حاجه. الغنى غير الله سبحانه وتعالى، رغم كده بيعمل فلوس لنفسه لاهله واولاده. الدول كتير جدا بتبيعوا نفسكم. عارفين من الاول ان انا اخد ال 100 وال 200 جنيه او جنيه او الفلوس اللارجون الارادس، وبعد كده ايه بيضحك عليا عشان انت بقيت عبد للقرش. سوء اختيار، ذليت نفسك في سوء اختيار حتى في الشخص اللي انت اخترته ده، فما تندمش. انت النهارده انت المسؤول عن كده. في سوء اختيار في الرياضه المصريه بوجه عام، مش كره القدم بس. احنا النهارده بنطبل لنادي معين. شوفوا المغرب وصلت ليه، مش عشان موضوع المشروع بتاعهم واكاديميه محمد الخامس او الاسباير الموجوده في قطر، لا، عشان ما فيش النهارده النادي الاوحد، عشان ما فيش النهارده النادي اللي هو المهيمن ومسيطر على كل حاجه. مقدمي البرامج اللي بيقولوا الناس ان هم فوق كل حاجه، يروح يسرق لعيبه ويتكلم يقول لك ما فيش. اللعيبه اللي كانت بتشتمه، اللعيبه اللي كانت بتسب له، انا اسف بتقول الفاظ خارجه، وبعد كده بياخدوهم يقول لك عادي ده ولادنا النهارده. ياخد الانديه تحرض يسرق كل حاجه. انت عايز كل حاجه، النادي الدوله، اهلي يا دوله او فلان يا دوله. انا ما بتكلمش بس بقول ايه، انت النهارده عندك سيستم غلط من الاول، كفاءات موجوده غير مؤهله.
غير مثقفه، غير متعلمه. ده حتى انت مش مثقف نفسك انك بتنطق اسامي اللعيبه الصح، الاسامي اللعيبه الغربيه الاجنبيه، اسامي المدربين، ما ثقفتش نفسك في سوء اختيار. بحط الناس بعد ما بيخلص بقى كبير المحللين انضم بالعضو التحليلي الفني والجهابذه. هو درس ايه؟ هو خد شهاده؟ ده اللي اقرا حسام حسن مع احترامي ليه ما خدش اللايسنس الكبيره البرو بتاعه التدريب، والنهارده موجود. ده هو خاف انه يفضح نفسه في كاس العالم في قطر. نفس القصه النهارده في كاس افريقيا. وانا بقول له ان شاء الله انا واحد من الناس انا ما بشجعش، سيبكوا بقى من الوطنيه والشعارات ومصر هي امي وتحيا مصر كره القدم. لا، انا انسان مش عشان اقول لك ايه المظلوميه وانتوا ايه والتحكيم وكده. انا بعشق كل ما هو ابيض جميل، كل ما هو ابيض جميل بعشق ده، لان الزمالك هو حال مصر، حال البلد اللي بتوريني حال كل حاجه حلوه موجوده جوانا بننفذها. ناقص انت النهارده انت تضربني بالنار، تلغي اسم الزمالك، تلغي اسم ناس حتى موجوده زمان، الاسماعيلي الكره الحلوه، السمسميه، المصري، البورسعيد، الناس الموزه، الانديه الشعبيه الجماهيريه، المحله، زعيم الدلتا والفلاحين زي ما بيقولوا عليهم، ارجنتين مصر، الناس الكويسه في جمهوريه شبين، في حاجات معينه في مصر لو ما اتغيرتش ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. سوء الاداره، سوء الاختيار، بنحط الناس الغير مؤهله في مكانها، بنحط الناس المؤهله في اماكن تانية، بنبعدها بعيد، بنمحيها. النهارده الكبير الموهبه، صاحب الموهبه طبعا احمد بيه هبه، احمد باشا شوبير، النهارده انت عايز ايه من نفسك؟ ما شاء الله برامج الصبح في الراديو وفي التلفزيون، حتى انت لما سافرت امريكا مع الاهلي ونادي العظيم الكبير، انتوا بتفهموا الناس ان هو فوق الكل كده. الرياضه في مصر هتنزل وتنحدر لتحت. انت ما تجبرنيش تقول لي اشجع مصر، انا اشجع اللي انا عايزه. انا راجل النهارده بتكلم بديمقراطيه صرف، اشجع اللي انا عايزه، اشجع اللي انا بحبه، ده حاجه ترجع لي. ما تقوليش بقى شعارات وتقول لي الديمقراطيه وكل حاجه. حتى راح النهارده امريكا وقال لك ايه ورجع قفاه مقمر عيش. زي ما فكركم النهارده منتخب مصر ده رغم سهوله المجموعه اقسم بالله واكتبوها عليا هترجعوا بقفاكم مقمر عيش رابع المجموعه، مش هتطلعوا بحتى احسن توالد، هتبان حقيقتكم زي الاهلي ما كده ما رجع في امريكا. انت برضه ما زلت النهارده بتكسر في الزمالك، بتتكلم يا راجل. ركز في دراستك، ركز في ورقك، ركز في برنامجك. انت بتجيب ناس عشان حتى تحارب الزمالك، انت بتجيب ناس مدرب سابق تدفع له فلوس عشان يطلع يشتي في الزمالك، لعيبه بتحرضوها ان هم يطلعوا يفسخوا عقودهم، بتتكلم انتوا في عشان تعرف. بص، ما هو اللي يحاربك ده تعرف ان هو انسان حاقد على نفسه، ما بيحبش الخير لغيره، او هو يعني مع نفسه كويس وراضي باللي ربنا سبحانه وتعالى اداهوله. لا، ده بيبص في ايد غيره، عنده مرض من جوه من نفسه. فسوء الاداره، سوء التخطيط موجود وما زال في جميع اركان الدوله موجوده في مصر. الرياضه ده جزء منه، حل الرياضه بوجه عام، وكره القدم في فساد، في مالي، في كل حاجه، في البرامج الرياضيه بحط الناس في كل حته. فعشان كده بقول احنا حتى النهارده انا كنت عايز اطلع من اول البطوله العربيه دي واتكلم او كاس العرب، بس بقول ايه خليها ما ينفعش. استغليت الفرصه عشان اقول للناس ايه الوضع اللي موجود على ارض الواقع. سوء الاداره، سوء التخطيط، الوساطه، المحسوبيه، المهلبيه، الناس اللي بتتكلم كتير، الخرتيته اللي اشتغلوا الناس في مجال السياحه عارفين يعني ايه الخرتجي، الخرتيت اللي بيتكلم كتير وكلامه او فعله قليل، يتكلم كتير وفعله قليل، ما يعرفش اي حاجه، غير مؤهل. واحد كان بيشيل الشنطه بقى مدير عام برامج رياضيه، زي الاخ برضه مهيب عبد الهادي اللي بيقعد تحس ان هو عارف زي ايه قعده مصاطب، انا اسف، يرمي الكلمه ويحسسك ان هو ايه. ده كان كبيره كان بشنب زمان بيطلع كده زي شنب العمده ويطلع يتكلم، وبخلوه مراسل قناه الحياه وبقى مدير عام برامج رياضيه. على اي اساس؟ حرام عليكم بجد والله، حرام عليكم. رأفة ورحمة بالشعب المصري، بالناس اللي موجوده، الشعوب العربيه عرفت الطريقه. المغرب مليون تعظيم سلام ليكم، وخوا شعوب المغرب، وبالتوفيق ان شاء الله، وجاهد يا مغاربه ان شاء الله. هنقول لك شرفوا نفسهم مفيش اي مشكله، ما شرفوش العرب مفيش اي مشكله، احترام. اخواتنا في الجزائر النهارده مليون مبروك، مليون مبروك لكل هم ابيض جميل، وان شاء الله بالتوفيق ونشوفكم على خير. ومفيش ان شاء الله تقول لي بقى مصر وحلم طولان والله راح حسام حسن. اتمنى الرساله تكون وصلت. سوء الاداره والتخطيط ودى البلد في داهيه وهيوديها لتحت ان شاء الله. مع الف سلامه.